الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد وحلقة جديدة من درسكم حول رسالة السلام. لقد تحدثنا في الجلسات الماضية عن تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع النساء وفرع النساء، كيف كان تعامله صلى الله عليه وآله وسلم، وتناولنا احترامه للنساء وتقديره لهن صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نواصل وننطلق في بيانه صلى الله عليه وآله وسلم، ونستمر في بيان تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع بقية المجتمعات. واليوم سنحدث الدرس بشأن تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع كبار السن. الإنسان مشاهدي الأكارم يمر بثلاث مراحل، وهي مرحلة القوة، مرحلة الضعف في صغره، ثم مرحلة القوة في شبابه، ثم مرحلة الشيخوخة والهرم في آخر عمره. هذه هي المراحل الثلاثة التي قدرها الله سبحانه وتعالى للإنسان. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذا من علم الله ومن قدرة الله سبحانه وتعالى أن جعل الإنسان على أطوار. الطور الأول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالإنسان يكون أجنة في بطن أمه أو جنينا في بطن أمه، ثم يصبح بعد ذلك طفلا، ثم صبيا، ثم يصبح شابا قويا، ثم يبدأ يتدرج حتى يصبح شيخا كبيرا. ومن هنا إذا شاخ الإنسان ورق عظمه وشابت لحيته وشاب شعر رأسه، فيبدأ في عملية الضعف ورقة العظم، فتعتريه الأمراض وتنهكه، ويعتريه أيضا المصائب، وتعتريه الهموم والغموم. وربما فوق ضعف الإنسان جسده يأتيه الضعف المادي والضعف الاجتماعي، فتنهار قواه وتنهار أيضا نفسيته. ولذلك عالج الإسلام هذه المرحلة وأعطاها اهتماما كبيرا ورعاها رعاية كبيرة. فمن ذلك أنه رعاها رعاية كبيرة. بعد ذي بدء تعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والهرم. وقال أيضا: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وكلها أحاديث صحيحة. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يرد إلى هذه المرحلة التي كما قلت لكم يشيخ فيها الجسم ويرق العظم، وحتى العقل يبدأ يضعف، فينسى الإنسان أمورا كثيرة ويبدأ في الخرف، نسأل الله العافية والسلامة. من هنا كان على المؤمن أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر هو أنقصه، ويكون أنقصه إذا كانت قواه قد نقصت وحيويته قد نقصت، يعتبر أرذل العمر. نعم. نقول مع استيعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرحلة
كان أيضا أشد حرصا على احترامها وتقديرها وإعطائها مكانتها التي تليق بها. فلما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. لاحظتم هذا الحديث؟ هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني في الجامع الصحيح. حديث صحيح يبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة المسن، فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله يعتبر من الخيرين، ومن طال عمره وساء عمله يعتبر من أشر الناس والعياذ بالله. وهنا الإسلام يحثنا في بذل الجهد في العمل الصالح ونحن شبابا. لماذا؟ لأن العمل الصالح وأنت شاب أنت تعتاده، فيحفظه الله عز وجل لك في الكبر، كما أعانك على أدائه في الصغر. فبالتالي خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذا لا يتأتى مشاهدي الأكارم إلا من كان مجتهدا باذلا في شبابه، يكون مقبلا على الطاعة، يقوم الليل ويصوم النهار وينفق ويتصدق في شبابه، فبالتالي تكون نفسه تروضت واعتادت على الفعل الخير ويصعب عليها تركه في الكبر. أما رجل مفرط في شبابه ومسرف على نفسه في المعاصي، فيصعب عليه جدا أن يجبرها في فعل الخير وهو قد شاب وشاخ. هذا لا أقول محال، ولكن صعب جدا، يحتاج إلى مجاهدة شديدة. ففي فترة الشيخوخة هي فترة التعب والإرهاق ومظنة الأمراض. لذلك نجد من الشيوخ ومن العجائز النساء من تواظب على صيام الاثنين والخميس ولا تنقطع عنها وهي شيخة كبيرة، وهو عجوز كبير يصوم الاثنين والخميس. كيف يتحمل الجوع؟ لأن جسده قد اعتاد في فترة شبابه، فترة الشباب التي أعانه الله عليها. لما شاخ وكبر أصبح الأمر عنده سيان، فيعينه الله تبارك وتعالى ويحفظ له هذا العمل وهو شيخا كبيرا. وقس على هذا في كل الأعمال الصالحة، من قيام الليل ومن ترويض النفس على النفقة في سبيل الله، جعلنا الله وإياكم من المنفقين، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال الصالحة. متى ما كان الإنسان محافظا عليها فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه. ولذلك لما قيل للرجل الذي قفز من أعلى السفينة على الأرض وهو شيخا كبيرا قد تجاوز 70، قيل له: يا هذا كيف استطعت أن تقفز؟ فقال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. والصحيح حقيقة أن يقال أن الله أعانك على حفظها في الصغر وحفظها الله لك في الكبر. نسأل الله تعالى أن يعيننا. نعم. فإذا هذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. هذا الحديث مشاهدينا الكرام أخرجه الإمام أحمد عن طلحة بن عبيد الله وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. انظروا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وفي هذا الحديث لفتة جميلة
وهي أن هذه الكلمات الطيبات وهي التسبيح والتهليل والتكبير تعد من أفضل الأعمال ومن أفضل أنواع الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه هي التسبيح التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فكون الإنسان يعمر ويعني يطول عمره وهو ذاكر لله في شبابه وحتى في شيخوخته بهذه الأذكار، فإنه يعتبر حقيقة من أفضل الأعمال. هناك لفتة أخرى أيضا، أن الإنسان ربما إذا شاخ وكبر لا يستطيع أن يقوم بالأعمال الشاقة كالجهاد في سبيل الله والحج مثلا، وكذلك العمرة. هذه تحتاج إلى قوة، أعمال تحتاج إلى قوة، كذلك الصيام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هنا الشيوخ وكبار السن، يقول لهم: كأنكم إذا عجزتم عن هذه الأعمال فهناك أعمال أخرى ترفعكم عند الله درجات، وهي سهلة جدا لا تتطلب القوة، وهي ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل. فهنا يشير النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتسبيحه وتكبيره وتهليله وتكبيره. فمن الذي يعجز من النساء والشيوخ والأطفال، من النساء والشيوخ والعجائز، أن يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر؟ يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حديث رواه الإمام البخاري: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان، ربما أكون قدمت أو أخرت: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما رأيكم لو اعتاد الإنسان على هذه الكلمات الطيبات وكررها في شبابه، فلا شك أنه سيكررها في شيخوخته وتكون بسيطة عليه. وكما قلت لكم حتى الأذكار، من لم يكن مواظب عليها في الشباب وهو في الصغر فغالبا ما يفقد يعني حماسه ويفقد اهتمامه بالذكر، وربما غلبه الشيطان فيكون في فترة غفلة. نعم، ولذلك احرصوا قدر المستطاع وأنتم شباب وأنتن شابات يافعات أن تكثرن من الذكر الحكيم، فإن فيه الخير الكثير للإنسان وخصوصا في فترة كبر السن. إذن هذه الكلمات الطيبات هي التي فعلا تجعل الإنسان من الخيرين. يقول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام. يا سلام، ما أجمل حقيقة أن يشيب الإنسان وهو في طاعة الله، ما أجمله. فيولد مسلما ثم يكون شابا لم تكن له صبوة، ثم تشيب لحيته وهو في طاعة الله من الصلاة والذكر وطلب العلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والاستعانة بالله حتى يرق عظمه ويشيب، ثم تفيض روحه إلى بارئها وهو مؤمن قد قضى حياته كلها لله في الله. يا سلام، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. مشاهدي الأكارم، كذلك من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفئة المهمة، فئة الكبار السن العجائز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. هذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاهما، وصححه الألباني في الجامع الصحيح. حديث عظيم، حقيقة حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه.
بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة الثلاثية الجميلة بذي الشيبة المسلم. انظروا إلى مكان هذا المسن في الإسلام، وقرنه النبي صلى الله عليه وسلم مع حافظ القرآن ومع الإمام العادل. الله أكبر. انظروا إلى أي درجة هو المسن عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من إجلال الله. وانظر أيضا حينما أنت تقدر الشايب وتحترمه وتقدره فإنك تعظم الله سبحانه وتعالى وتجله. فجعل الله عز وجل من إكرام الشيب إكرامه سبحانه وتعالى، ومن إجلال الشيب إجلال الله سبحانه وتعالى، ومن توقير الشيب توقير الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله ربنا لا نشرك به شيئا، نحن أمرنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونوقره. فانظروا كيف الله سبحانه وتعالى يقرن بين عبادته سبحانه وتعالى واحترام وتوقير كبار السن. ولذلك أولى من يستحق التوقير والإرشاد ويستحق المهابة والاحترام هم والديك، خصوصا إذا كان شيخين كبيرين. إذا كان شيخين كبيرين فإنه يجب عليك احترامهما. ولذلك قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام يا سلام. انظروا. وينبغي للمسلم أن يعتبر كل مسن والده، وأن يعتبر كل عجوز هي أمه، فيعطيهم جزء من هذه الرحمة وجزء من هذا الاحترام والتقدير. أما الوالدان فشأنهما عظيم عظيم جدا جدا. بر الوالدين ليس هذا مكانه حتى نتحدث عنه، لكن انظر إلى التوافق بين المسن وبين الوالد المسن. والدك إذا كان مسنا كبيرا، فقال سبحانه وتعالى وهو يوجهنا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وغالبا إذا شاخ وشاب الشايب غالبا يتعطل عمله، وغالبا يفتقر، وغالبا ما يكون محتاجا إلى عياله وأبنائه. فلذلك عبر الله هنا عندك. عندك أيها الابن يكون هذا الشايب وهذه العجوز، أمك وأبوك يكونان عندك، فبالتالي وجب عليك احترامهما وتقديرهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لماذا ذكر الله فلا تقل لهما أف؟ لأن هنا مظنة التضجر. الشيخ والشيخة إذا شابا غالبا تسوء أخلاقهما، وغالبا يصعب التعامل معهما. فبالتالي كان هنا النصيحة في محلها والوصية في محلها من لدن ربنا تبارك وتعالى حينما يقول فلا تقل لهما أف، لأنك ستجد ما يثير عندك هذه الكلمة، ستجد من التعاون من قبل الوالدين فينهاك الله سبحانه وتعالى أنك تتغير عليهما ولو بكلمة أف. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه على ما كان منا تجاه والدينا، نستغفر الله ونتوب إليه. فلا تقل لهما أف. ثم نهى ما بعده من بدأ بالقليل ثم نهى عن الكبير: ولا تنهرهما. والنهر هو رفع الصوت، وأن تقول أنت ما تفهم، أنت ما تفهمي، أنا تعبت معاكم، أنا تضجرت، يا أخي. هذا هو النهر والعياذ بالله. ينكسر قلب الشايب وتنكسر قلب الأم، ويحزن على ابنهما وعلى ابنتهما،
ويكون في غالب الهم والحزن إضافة إلى هم الشيخوخة ورقة العظم وكثرة الأمراض، ثم يأتي هذا الابن ويرفع الصوت: اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم عافنا ولا تبتلينا. لذلك حث الإسلام وشدد في أمر بر الوالدين واحترام المسن، وجعل على ذلك الأجور العظيمة والثواب الكبير، وفي نفس الوقت حذر من عقوق الوالدين، وتوعد الله من عقهما بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. انتبهوا يا إخواني وأخواتي من عقوق الوالدين، انتبهوا. اللهم عافنا ولا تبتلينا. إذن لكون هذا المسن هو أنت تعتبره كبيرا كأنه والدك، فبالتالي يعني تعظمه وتحترمه وتقدره لأجل أن تجد من الله الاحترام والتقدير. إن من إجلال الله إذا كان الله في قلبك ذا جلالة، إذا كان الله في قلبك ذا عظمة، إذا كان الله في قلبك ذا توقير، فإنك ستجل الشايب الكبير، ستخفض صوتك عنده ويعني وتضع له أجنحتك، وتكون في غاية الاحترام والتقدير لأنه شايب كبير. لن تتقدم عنه في الدخول أو في الخروج، لن تتقدم عنه في الطعام أو الشراب، لن تتقدم عنه حتى في الكلمة. ستجد كأنك حمامة قد وقعت على رأس شيخ كبير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وانظروا إلى هذه المكانة، مكانة القرآن معروفة، ومكانة العالم الكبير الإمام العادل أيضا معروفة، فهم أحد الذين يظلهم الله يوم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم. عدنا والعود أحمد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أبو داود عن عبد الله بن عمرو وصححه الألباني في الجامع الصحيح. ألا رحمة الله على الجميع، ألا رحمة الله على الجميع، على الإمام الألباني والمشايخ الفضلاء. في هذا الحديث توجيه نبوي كريم للأمة جمعاء في احترام الكبير. وهي قصة يرويها لنا الصحابي الجليل أنس بن مالك أن شيخا كبيرا أتى لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الصحابة كانوا قد جلوسا حول النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الأولى أن يعني يفزعوا ويبادروا في التوسيع لهذا الشيخ الذي يريد مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأوا وتأخروا، فكأن الشايب وقف حيران، فعاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا أو حق كبيرنا فليس منا. وفي رواية: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهنا كان الأولى بالصحابة رضوان الله عليهم أن يبادروا في الإفساح لهذا الشيخ الكبير حتى يأتي ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق العظيم الذي رسخه النبي عليه الصلاة والسلام ما زلنا نراه ممتدا
إلى هذه الساعة وإلى هذا الزمان. فإنك إذا ركبت في الحافلة والباص، ما يسمونه بالباص، إذا ركبته وكان قد جلست على كرسي ثم ركب شيخ كبير، فإنك في الغالب تجد أن الناس تتبادر في إجلاس هذا الشيخ الكبير مكانه. يا سلام، انظروا إلى هذا الخلق العظيم. هذا من توجيه القرآن الكريم ومن توجيه السنة النبوية، جاء به الإسلام. يعني حتى لو رأيت شخصا لا يبدو عليه آثار الالتزام والاستقامة، أو امرأة أو شابة فقامت من أجل الشيخ الكبير، هذا امتداد لتعاليم الإسلام التي رسخها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة. انظر إلى هذا الدين الذي فعلا يعني يستحق الإنسان أن يفخر به، أن تفخر بهذا الدين العظيم. تجلس يعني في الحافلة، إذا جاء شيخ الناس تتبادر ويجلسون الشيخ الكبير. أيضا في محلات الدكاكين والمطاعم وأماكن أيضا الدروس العلمية وأماكن الجلسات والمحاضرات، الشايب لا يقف، الشاب هو الذي يقف والشايب يجلس حتى لو جاء متأخرا. وهكذا المرأة العجوز أيضا تجد كذلك هناك يعني أيضا سمة طيبة في هذه الأمة، مسلمها وكافرها، أنه إذا دخلت امرأة مثلا في الباص الذي ينقلك من الطائرة إلى صالات استقبال الأمتعة، تجد أن الكراسي الموجودة قليلة فيتركونها الناس للنساء والشيبان. وإذا رأيت ثم شابا قد جلس على كرسي فجاءت امرأة، فورا يفزع ويقوم ويمد يده إلى الكرسي يقول لها تفضلي سيدتي بالجلوس. يا سلام، أخلاق عالية. صحيح أن الإنسان يظن هذا شيء بسيط، لا، هذا شيء عظيم كما قلنا، خصوصا لما يكون للشايب، فإن هذا من إجلال الله تبارك وتعالى وفيه أجر كبير. إذا كنت أنت جالسا في كرسي وجاء شيخ وقمت له، أنت الآن تجيل الله سبحانه وتعالى وتقدر الله سبحانه وتعالى. وانظر ماذا إذا سيحضر الله لك من الأجر والثواب حينما تقوم بهذا العمل البسيط في عينك، العظيم في عين الله تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وهنا وعيد شديد أن من لم يحترم الكبار للأسف وهم قلة. أنا حقيقة لم أقف على أحد لا يحترم الكبير، هم قلة ممن لا يقدر الكبير أو يرفع صوته عليه، قلة من الذين قلت تربيتهم وقل إيمانهم وقل توقيرهم، يرفعون أصواتهم على الكبار ويسبونهم ويشتمونهم، قلة للأسف. هؤلاء أبناء شوارع لم يربيهم آباؤهم وأمهاتهم. العتب على الآباء والأمهات وعلى الأساتذة والمدارس حينما تكون فاشلة ستنجز لنا أيضا شبابا فاشلين لا يحترمون ولا يوقرون الكبار. فأنى لهم أن يوقروا الله سبحانه وتعالى أو يوقروا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما يمكن هذا، فاقد الشيء لا يعطيهم. ولذلك مشاهدي الأكارم، الله بالتربية والتوجيه، وأن تكون ضد ابنك حتى لو كان هو محقا في كونه يرفع صوته أو يسيء الأدب مع الكبير. أبدا، أنت تؤدب الابن، تعلمه كيف يتكلم مع كبار، مع من هو أكبر منه. وهذا لا يمكن إلا إذا تربى في البيت، إلا إذا احترم إخوانه الكبار، أخواته الكبيرات، وأعطاهن حقهن. وإذا لم يعطه حق أنت تعاقبه وتعاتبه وتحرمه من مصروفه وتقيم عليه كل وسائل التأديب. انظروا، الأمر خطير، ليس من أخلاق الإسلام أننا لا نوقر الكبار. موضوعنا موضوع الكبار، ولذلك أنا مركز عليه. وهناك أيضا ما يتعلق بمن لم يرحم صغيرنا، هذا موضوع آخر، موضوع أيضا كبير. ولكن نحن أمة الإسلام نرحم الصغير
ونقبله ونربيه ونحضنه ونوجهه وندلعه أيضا، ولكن في حدود. هذا الصغير. أما الكبير فشأنه عند الله عز وجل عظيم، شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس في طريقتنا وليس من إسلامنا. وهذا العلماء يسمون هذه الألفاظ ألفاظ وعيد، اتركوها أمروها كما جاءت، يعني لا يراد منها الحقيقة، ولكنها ألفاظ شديدة اللهجة توقظ القلوب الغافلة وتذكر القلوب البعيدة وتقرب أيضا القلوب النافرة. نعم، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا. حينما تقول ليس منا من غشنا فليس منا، حديث صحيح في بيع بعض الأمتعة من الخضار وغيرها مواد غذائية. أدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يده في قمح مبلل، فكانت فوقه قد نشف وتحته مبلل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الغش قال ليس منا، قال من غشنا فليس منا. هذا اللفظ النبوي، من غشنا فليس منا، يعني ليس على طريقتنا ولا على مذهبنا. نعم، وبالتالي ليس من أخلاق المسلم وليس من أخلاق الإسلام أن يرفع الرجل صوته على الكبير، أو أن لا يبادر في احترامه وتقديره كما حصل، أو أن يعني بل حتى أحيانا أنت تتنازل عن حقك في المحكمة من شايب نظرا لكبر سنه، وبإمكانك أنت أن تقاضيه وأن تنزل عليه العقوبة حسب القانون المتاح في ذلك الدولة، ولكن أنت تقدم التنازل مع إثبات حقك وتنص على أنك تنازلت لكبر سنه، لأنك مسلم ولأنك تعرف أنك حينما تتنازل تعظم الله سبحانه وتعالى. فطلبا لتعظيم الله عز وجل وطلبا لتوقيره سبحانه وتعالى، ومع قدرتك على أخذ حقك أنت تتنازل. يا سلام، انظروا إلى هذه الأخلاق العظيمة التي ربانا عليها الإسلام. لا تجد هذا في غير الأديان السماوية، لا تجده أبدا. الأديان السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل على أنبيائه ورسوله، سواء كان موسى أو عيسى أو نبينا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد نسخ الإسلام كل الأديان السابقة، لكن الحديث الشيء بالشيء يذكر. فخلق التوقير الكبار هو خلق الأديان السماوية. ولذلك الكلام خطير جدا، فيجب على الإنسان أن من هنا أيضا يتبين لك عظمة الإسلام. وكان من أعماله صلى الله عليه وسلم كان أيضا الصحابة يعرفون لكبار السن قدرهم. الصحابة الذين تعلموا على النبي عليه الصلاة والسلام ودرسوا عليه وسمعوا ونتنزل عليهم الإسلام، انظروا كيف كانوا يتعاملون مع كبار السن. ولو جلسنا نحصي أعمال الصحابة مع كبار السن فبصراحة يحتاج إلى درس مستقل، يحتاج إلى درس مستقل، تعامل الصحابة مع كبار السن. وأنت تسرد بعد ذلك تستقرئ كل المواقف التي مرت على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى العشرة المبشرين، تستقرئها ثم تدونها وتلقيها. هذه يحتاج إلى دروس، لكن نكتفي بموقف أو موقفين. يقول الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله قال: خرج عمر، يعني عمر بن الخطاب، ليلة في سواد الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. ذكر هذه القصة ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية. مشاهدينا الكرام، انظروا إلى هذه القصة العجيبة. هذا عمر رضي الله عنه، هذه عادته عمر بن الخطاب، الإمام العادل عمر بن الخطاب، الذي لا أظن أن يتكرر في هذه البسيطة مثل عمر أبدا.
أبدا، رضي الله عنه وأرضاه، ومواقفه ومناقبه كبيرة. هذا الموقف العظيم من عمر، كان يمر ليلا على بعض البيوت، فكان يمر على هذه المرأة العجوز. انظروا، عجوز ليس عندها أحد، وفي نفس الوقت مقعدة، يعني مريضة كأنها مشلولة، وعمياء، لا إله إلا الله، عمياء، يعني لا تستطيع أن تخرج من بيتها لأنها مقعدة، وفي نفس الوقت هي عمياء. والأعمى أنتم تعرفون حاجته للرعاية والعناية. بالتالي كان من يأتيها؟ هذا الإمام يأتيها، تقول هي عن نفسها: يتعاهدني مدة كذا، يعني منذ فترة وهو يأتيني، الله أعلم هذه المدة كم هي. وأنا أتوقع أن عمر بن الخطاب منذ أن تعرف على هذه المرأة فإذا به يمرها ولا ينقطع عن ذلك أبدا. هذا المظنون به رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا يأتيني بما يصلحني، يعني يأتيها بما يصلحها، ربما من الملابس، ربما من الأمور التي تحتاجه من الطعام والغذاء وكذا. ثم أيضا ويخرج عني الأذى، وهذه أصعب. الأذى كما تعلمون يبدو هو أن هنا هي يعني عرضت عن الأذى والبول والقراءة والعلم عند الله. الأذى هو هذا الذي يظهر، لأن أنك حينما تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، وتعني به أكرمكم الله وعزكم الله القراءة والبول، فكان كأن عمر بن الخطاب هو الذي كان ينظفها وهي امرأة، الله أعلم، هذا يحتاج إلى تحقيق. لكن انظروا إلى هذا الأثر الكبير، أنه كان وربما أيضا بطريقة ما دون أن يكشف إلى عورتها، كان رضي الله عنه وأرضاه. وربما يكون للضرورة إذا ما كان عندها أحد والنسوة يعني يعلمن عنها، فربما رضي الله عنه وأرضاه كان. على كل حال، انظروا إلى هذا التعامل وإلى هذا الاحترام والتقدير من إمام المسلمين في ذلك الوقت، وهو يصلح هذه المرأة ويخرج عنها الأذى كل ليلة على هذا الحال دون كلل ولا ملل. الله إنك تتعجب. هذا هو الإسلام، وهؤلاء هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وتذكر أيضا مشاهدي الأكارم الروايات أن ذات يوم رأى الصحابي الجليل هذا الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رأى يهوديا شيخا كبيرا قد عمي يتكفف أيدي الناس يسألهم العطاء، فقال رضي الله عنه وأرضاه: لم ننصفك يعني وقد أخذنا منك في شبابك الجزية. يعني كأن عمر بن الخطاب يقول: قد أخذنا من في فترة شبابك وأنت تعمل الجزية، فلا يحق لنا اليوم أن نمنعك من الجزية وقد شبت وأصبحت شيخا كبيرا. فأمر له ليعطى من بيت المال المسلمين حتى يموت. الله، انظروا إلى هذا الدين العظيم، انظروا إلى هذه الرجعة والتوبة والأوبة من هؤلاء الأئمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين حققوا الإسلام بحق، وقد رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. الله أكبر. يهودي يعني كافر، ولكن عايش بين المسلمين. هذا حق الكافر بين المسلمين يا جماعة. يا أيها الذين أنتم تطعنون في الإسلام وتطعنون في تعاليم هذا الدين، انظروا، هؤلاء هم أئمتنا وقادتنا وسادتنا. يرى يهوديا قد شاخ وكبر وليس عنده شيء، فأصبح أيضا يتكفف أيدي الناس، فقال عمر: والله ما أنصفناك. انظروا الإنصاف من نفسه، يعاتب عمر نفسه ويستغفر ويتوب، ثم يأمر له. من يفعل اليوم هكذا من الأئمة، من الرؤساء الدول؟ أين هم؟ لا إله إلا الله. اللهم رد المسلمين وقادتهم إليك ردا جميلا. لن تعجز النساء أن تلد قريبا من عمر، مثل عمر أتوقع مستحيل، لكن قريبا من عمر إن شاء الله تلد النساء، ولا نيأس من روح الله تبارك وتعالى. مشاهدي الأكارم، هذا هو وضع الإسلام مع كبار السن. تعالوا نرى
وننظر إلى حال المسنين في غير الديار الإسلامية، ننظر إلى حال المسنين في غير الديار الإسلامية. يعني في تقرير عام 2002 شمل هذا التقرير 32 دولة، يقول لك أن المسنين محرومون من الرعاية الصحية والتعليم، وأن الحكومات وصانعي القرار يتجاهلونهم فيجدون أنفسهم معزولين عن المجتمع. هذا تقرير في عام 2002. طيب، إحصائيات المسنين تشير إلى عام 1400، من عام 1980 إلى 376 مليون نسمة في العالم، يعني عدد كبير من المسنين، 376 مليون نسمة. هذا في عام 1400، يعني الموافق 1980. يقول لك وقد قفز العدد إلى 487 مليون نسمة في عام 1410 1990، ونسبتهم أصبحت 80% من سكان العالم. وكذلك ارتفع في عام 1420، يعني تقريبا في عام 2000 ارتفع إلى 590 نسمة. انظروا إلى تزايد المسنين، تزايد المسنين. يتوقع أن يتضاعف إلى 1171 مليون نسمة في عام 1440. هذا التقرير طبعا كان كتب سابقا. الآن هم تجاوزوا هذا العدد، يعني المسنين تجاوزوا حتى أصبحوا أكثر، نسبتهم أكثر من 25%. لذلك بعض المحللين السياسيين يقولون بأن كوفيد 19 تم صناعته من أجل القضاء على المسنين، لكثرتهم، وبعضهم يرى أن هؤلاء المسنين لا فائدة منهم، فلماذا الحكومات تنفق عليه الأموال؟ لماذا؟ ونسوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بسبب دعائهم وإخلاصهم. فلو فقه يعني حكام المسلمين وقادتهم أن رعاية المسن وإعطاء حقه ووضع العقوبات الصارمة لمن يهينه أو يتأذى به، لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض لهذا الحديث النبوي الصحيح. ولكن لكن حينما يأتي الكفار ويقومون بمثل هذه الأمراض وينشرونها، كما قالوا بعض المحللين في أن كوفيد تم إنشاء وصناعته للقضاء على هؤلاء المسنين، فانقلب يعني السحر على الساحر، فأهلك الأخضر واليابس، وأصبحنا كما ترون في حرج شديد لما كان الهدف منه هو القضاء على المسنين. هكذا انظروا إلى الأخبار وإلى التقارير الطبية التي يذكرونها. ولذلك من العجب العجاب أن هذا كوفيد لا يصيب الأطفال، نسبة إصابة الأطفال ضئيلة جدا، فالطفل ناقل ولكن ليس هو لا يتضرر من هذا المرض. المتضرر دائما المسنين الذين توفوا بسبب هذا المرض. نسأل الله تعالى أن يرحم المسلمين منهم وأن يتقبلهم شهداء. إذن الإسلام جاء لرعاية كبار السن، وأرشدنا أن رعايتهم فيه الخير الكبير. أولا فيه إجلال الله، ثانيا فيه أيضا الخير والبركة، فإنك تنصر، إنما تنصرون، وليس النصر فقط بل وترزقون بضعفائكم. من هم أشد الضعفاء؟ المسن. كنا نتحدث عن رقة عظمه وعن ضعفه وعن فقره. المسن ضعيف، لذلك أنت ترزق حينما تسعى لهذا المسن. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة هذا اليوم ولم ينتهي الكلام، نؤجله إن شاء الله للأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير. اللهم يا رب نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. اللهم توفنا وأنت راض عنا،
ونحن يا ذا الجلال والإكرام في كامل صحتنا وعافيتنا وقوتنا، وإن مد بنا العمر نسألك تبارك وتعالى لا تحرمنا فضلك، أن لا تحرمنا عافيتك. يعجبني دعاء الأتراك حينما يقولون اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الختام. يا سلام، دعاء جميل، اللهم آمين. ولذلك نقول اللهم إنا نسألك دوام النعمة، تمام النعمة ودوام العافية وحسن الختام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.